زي ما شرحنا الريف بيشتغل ازاي، تعالوا نشرح ال HEV او الهايبرد اللي ما بيتشحنش بيشتغل ازاي. والمره دي لا هنحتاج سبوره ولا ان احنا نفتح كبوت، لاننا في عربيه والشارت بتاعها من اذكى الشارتس اللي ممكن تشرح لك ال HEV بيشتغل ازاي. نقلب الكاميرا ويلا بينا. زي ما انتم شايفين كده عندنا موتور البنزين واصل على موتور الكهرباء، زي ما شرحنا في تشريح ال DMI. موتور الكهرباء ده متكون من موتورين، واحد بيحرك العربيه والتاني بيولد كهرباء وبيشتغل ستارتر او مارش يقوم موتور البنزين. ورا بقى موجود عندنا هنا البطاريه. ويلا مع بعض نشوف الاربعه مودز المختلفه اللي العربيه دي بتقدر تعملهم. احنا حاليا واقفين مش بنتحرك، فالعربيه على الايدل تشارج، العربيه واقفه وموتور البنزين شغال بيشحن البطاريه. اتحركنا على الهادي PEV، العربيه ماشيه على موتور الكهرباء بس اللي واخد طاقته من البطاريه. دوسنا اكتر سنه هنخش في التاندوم مود، او عربيات تانية بتسميه السيريز هايبرد. ليه سيريز او تتابعي؟ لان حاليا موتور البنزين شغال مع المولد، بيولده تيار كهرباء مقسوم على جزئين، جزء رايح لموتور الكهرباء اللي بيحرك العربيه دلوقتي بتتحرك بس بموتور الكهرباء، والجزء التاني رايح عشان يشحن البطاريه. وده هو بالظبط اللي شرحناه في عربيات الريف. فالعربيه حاليا ماشيه كانها عربيه ريف. طب دوسنا بقى برجلينا شويه هنخش في البارلل هايبرد او الهايبرد المتوازي، ده بقى اللي الريف ما بتعرفش تعمله. وزي ما انت شايف دلوقتي موتور البنزين وموتور الكهرباء بيحركوا العربيه بالتوازي مع بعض، ومفيش كهرباء طالعه من موتور البنزين خالص، طاقته كلها رايحه للعجل. طيب موتور الكهرباء شغال منين؟ شغال من التيار اللي جاي له من البطاريه. لو بقى شلت رجلي من على الدواسه في اي لحظه هنروح للمود الرابع والاخير، وهو الريجن بريكنج. المولد اللي في موتور الكهرباء هيفرمل هو العجل ويولد كهرباء بيشحن بيها البطاريه. كده احنا شرحنا ازاي العربيات ال HEV الهايبرد اللي مش بيتشحن بتشتغل. ما تنساش بقى تشوف الشرح بتاع الريف والشرح بتاع ال DMI والفيديوهات طبعا اللي عملناها كتير عن انواع الهايبرد المختلفه. لو عندك اي سؤال اكتبه لي في التعليقات وهنجاوب عليكم. سلام.